السلام عليكم. اهلا بكم في مطبخي وقناتي المتواضعين. النهارده هقول لكم هعمل ايه في يومي. اول حاجه انا عندي النوت دي صديقتي الصدوقه. أم، لما بصحى الصبح طبعا لازم بقى اللي هو بقى هتشطف وهتوضى وهصلي وبفتح البلكونه واخرج الفرش وكده. لازم بقى اعمل بعد كده التو دو ليست اللي هو قائمه هعمل ايه النهارده، وبسجل بقى انا المفروض هعمل ايه النهارده عشان اشجع نفسي يعني، والحاجه اللي عاملاها اروح اعمل عليها صح. اول حاجه عندي غسيل. الغسيل ده البعبع الموجود في كل بيت. غسيل عايز يتفرز، غسيل عايز يتغسل، غسيل عايز يتنشر، غسيل عايز يتلم، غسيل عايز يتطبق، غسيل عايز يتعان في الدولاب. يعني اوفر قوي، مشوار وحاجه مجهده. تاني حاجة هروق الشقة كده على السريع عشان انا كنت لسه منضفاها تنظيف عميق. وبعد كده هجيب طلبات البيت وهعمل سمك. السمك ده متأجل بقاله كذا يوم عشان عندي بنوتة صغنونة ربنا يبارك فيها مش مخلياني اعمل حاجة. وهعمل كيك العسل الاسود ده بدون بيض ولا سكر. وهغسل البوتاجاز عشان كنت بعمل مربى ووقعت على البوتاجاز، وكنت بغلي لبن وفار على البوتاجاز فالدنيا باظت. ده المطبخ بعد العزومة يعني انا غسلت المواعين بتاعت العزومة كلها، بس ده كان بالليل بقى. يعني كنا بننقنق كده. اول حاجة بدأت بيها لميت الدنيا دي بسرعة، وطبعا كان فيها الحوض. وقلت بقى ايه، اعمل لي كده فنجان قهوة عشان اصحصح، عشان انا ما بصدق بنوتي تنام عشان اقدر اعمل منها ايه اي حاجة. وطبعا انا كمان ما بنامش، فهي لما بتنام غصب عني بكون خلاص بقى بسقط. فقلت بقى اصحصح نفسي كده شوية. هحط سكر تقريبا، احط 3 معالق. انا يعني قبل ما اكون حامل واولد وكده وقبل ما اتجوز كنت على طول بشرب حاجه من غير سكر. كنت هيلثي جدا بقى واشوف ده سعراته قد ايه، وباكل بقى اكل صحي. من ساعه ما بقيت حامل يعني كان عندي انيميا، وكانش ينفع طبعا اي حاجه من اللي انا كنت ملتزمه بيها قبل كده، فبقيت بشرب حاجه بسكر. والحقيقه لسه لحد دلوقتي مش عارفه ابطل السكر، بس يعني انا لو خدت القرار هعمل ده يعني. هنا بقلب قلب 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 نقعد نقلب القهوة البن يعني في المية والسكر، وطبعا نولع عليه البوتاجاز على نار هادية وما نخليش الوش يقلب. وهنا انا مش حاطة بن كتير فمش هيعمل اصلا وش كتير. قلب 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 قلب. كيكة العسل الاسود دي بقى كيكة تحفة. يعني كملوا معايا الفيديو عشان تعرفوا طريقتها، انا هعملها معاكم هنا. بصوا البوتاجاز كان مبهدل خالص. الكيك ده بقى من غير بيض ومن غير سكر، فكيك اقتصادي جدا. هنا بصب القهوة. بص الوش اصلا حبة صغننين، هو تقريبا قلب مني شوية. واصلا انا بصب غلط، بصب في نص البتاع، انا كده كده مستعجلة خايفة تصحى بنوتي يعني الحلوة. وبعدين ده كان منظر حوض نضفته، عملت المواعين. دلوقتي بقى هنعمل الكيك. الكبة دي بقى فظيعة، او الطقم ده على بعضه. يا ريت يعني بنصح اي عروسة اي ام هتجدد اي حاجة، اي يعني حد هيجيب اي حاجة، بلاش الطقم على بعضه. يعني مش عملي خالص. يعني هاتي الخلاط لوحده، الكبة لوحدها، العصارة لوحدها، وهكذا. انا جايبة المجموعة كلها على بعضها وتعباني جدا، وتقريبا انا لسه قريب بدأت استخدمه. بقالي سنة مش بعرف استخدمه. هنا اول حاجة هنحط العسل. المقادير بقى ايه؟ المقادير لو انا هعمل صينية صغيرة 22، فهنحط نص كوباية عسل اسود و... وربع كوباية زيت. وبعدين المية هنحط نص، برضو نص كوباية مية. ده لو انا هعمل الصينية الصغيرة 22. هنا انا بعمل 3 اضعاف، كل ما هنزود ضعف هتزودي الكمية. يعني هنا انا بعمل 3 اضعاف، فحطيت كوباية ونص عسل اسود. والزيت هحط كوباية الا ربع زيت. المية هحط كوباية ونص مية.
دي الصينية اللي أنا هاعمل فيها. أنا باحبها الكيك يعني الكيك ده ما يبقاش عالي، عشان إيه، يعني ينفع مع الشاي أو كده، ما ينفعش بقى أفضل أمسك الخرطة كبيرة كده طويلة وأقعد يبقى هاحط، لو أنا هاعمل 3 أضعاف، هاحط كوباية ونص عسل أسود، كوباية ونص مَيّة، الزيت هاحط كوباية إلا ربع زيت. هنا الإزازة كانت خلصت، طبعًا إحنا في أزمة والزيت غالي، فيعني كنت باحاول أحلّفها يعني، وما كمّلتش الكوباية إلا ربع أوي يعني، فعادي. ونضرب بقى المقادير دي كلّها مع بعض في الخلاط لحد ما يبقى لونها كده، أو لحد ما تتجانس مع بعضها. قلّب، 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 قلّب. وبعد كده هنشوف بقى المقادير الجافة. عندنا الدقيق، لكل لكل نص كوباية عسل كيلو، قصدي كوباية ونص دقيق، فهنا أنا هحط 4 كوبايات ونص دقيق. وده هحط الأول شوية بيكنج باودر، هحط مثلا هنا 3 أضعاف، فهحط معلقة كبيرة شوية. وحطيت كربونات صوديوم اللي هو الكربوناتو، برضو هحط معلقة كبيرة شوية زي البيكنج باودر. وحطيت قرفة، أنا بحب القرفة، عايزين تحطوها حطوها، عايزين تحطوا قهوة حطوها عادي، هي كده كده النكهة مش هتبقى باينة قوي عشان العسل الأسود هيكون مسيطر سنة. وبعدين قلبت المواد الجافة دي مع بعض. انا بقى طبعا بوفر مواعين، فعملت من نفس الصينية اللي انا هسوي فيها. وبعد كده نحط عليها الحاجات السايبة ونقعد نقلب 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 لحد ما كلها تتجانس كده، ونخبط الصينية خبطتين كده على الرخامة، وهندخلها الفرن. دلوقتي انا كنت بغسل مواعين يعني، وانا ايه بغسل وانا حطاها في الفرن. هندخل بقى فيها السكينة نشوفها، يعني هي مش هتطول. ممكن الاول نسخن طبعا الفرن الاول، مش هتطول، ممكن تاخد من 10 لربع ساعة، قصدي 10 دقايق يعني لربع ساعة. لما ندخل فيها السكينة وتطلع كده ما فيهاش عجين، يبقى هي كده استوت. هنا انا بحب بقى، انا طلعتها خلاص، سبتها تبرد شوية. هي نشفت شوية عشان انا ما غطيتهاش، يعني ما غطيتهاش بفوطة ولا حاجة. بحب بقى اخلي شكلها شوك كده، يعني بدخل الشوكة فيها عشان احنا ممكن نزينها، نرش عليها عسل اسود من فوق، او يعني مربى او شوكليت مثلا، الناس اللي حابه تزين. فانا بحس يعني ان هي هتبقى مسكره قوي، فمش بزينها. بصوا هشه ازاي، هي بس صغيره عشان عامله في صينيه واسعه، فعشان كده ايه المقادير بتتفرد. دلوقتي بقى احنا قلنا ان احنا هنعمل سمك. السمك ده كان متأجل كذا يوم، يعني عمال اقول انا هعمل سمك النهارده، هعمل سمك النهارده، عماله اعشمه واعشم نفسي وخلاص. هنا بحط زبده، انا بجيب زبده بسيحها طبعا، لازم تتسيح، ما ينفعش نحط زبده كده هتحرق او هتبقى تدي طعم وحش. فهنا حطينا انا بحط كده من غير مقادير بصراحه، واحنا عشان 2 بس اللي هناكل، فبعمل ايه كميات قليله. بنحط زبده ونحط شويه زيت، عشان احنا لو حطينا زبده بس هتلاقي الرز ماسك في بعضه كده، فده مش مطلوب، احنا عايزينه مفلفل كده، فالزيت بيخليه ما يمسكش في بعضه قوي. انا مع السمك بعمل رز بالكركم اللي هو الرز الاصفر، ساعات بقى بحط عليه قرفة والحاجات التانية دي كلها، بس يعني مش عايزة يكون فيه نكهة قوي، خصوصا ان هو جنب السمك. ممكن بقى بحط فيه المقادير التانية دي لو هعمله في كبسة، او مثلا هعمله جنب اي حاجة تانية، لكن السمك احنا عايزين نحس بطعم السمك اكتر. نقعد بقى نقلب الرز كده. الاول هنحط شوية صغيرين نحمرهم. الاول الرز كان شكله عادي، وبعد كده بدأ يمسك في نفسه بالطريقة دي. هنفضل نقلب في الرز كده لحد ما يبقى كل حبايه لوحدها كده منفرده بنفسها ولونها ابيض شويه زي النشا. هنا في كام رزايه اهم لونهم ابيض زي النشا، فاحنا نستنى نقلب لحد ما كل الرز يكون ايه في اللون ده. نقلب قلب 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 قلب. هنا انا بحب اعمل الرز بالطريقه دي، يعني في ناس بتحط الرز من الاول بتسقيه ميه وعلى طول بقى هو مع نفسه، فانا مش بحس يعني، مش عارفه يعني، مش بحب اعمله كده.
هو في الاخر كده كده هيطلع مستوي وده هيطلع مستوي والاتنين طعمهم رز. اكيد طبعا الرز المسلوق هيكون صحي اكتر، الناس الهيلثاويه بقى. انا عماله اقلب 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 اقلب. هو ده اصلا كان فيديو تاني لوحده، كنت عايزه اعمل طريقه الرز ده. بصوا هنا الحبات كلها بقت لونها لون واحد، هننزل بباقي الرز. هنقلبه نقلبه بقى لحد ما تنشف ميته يعني. طبعا هنحط ملح، هننزل بالكركم. هنا انا كنت زودت الكركم، فهنا لونه هيبقى مغمق سيكا يعني، بس هو بيبقى طعمه جميل يعني. هو كده الكركم ملوش طعم نفاذ قوي يعني، بس هو بيدي نكهه شويه، بس نكهه ولون يعني، بس مش اللي هو يعني طعم مختلف يعني. هنقلبه لحد كله بقى ما يختلط ببعض كده. طبعا لو احنا هنسوي الرز على طول بنكون مولعين على ميه جنبنا تغلي، وبعد كده لما الرز يبقى بالطريقه دي او بالشكل ده هنصب عليه الميه، ونراعي ان هو يكون الميه مغطياه يعني. هنا انا يعني زوجوجي بيجي بالليل متاخر، فانا مش هسوي طبعا الرز كله دلوقتي يعني، أو يعني انا دلوقتي حمرته كده. بالليل بقى هعمل ايه؟ هولع على الميه لحد ما تغلي، وبعد كده اولع على ده وبعد كده اسقيه. الكيكه كنت قطعتها رايحه للنوت بتاعتي عشان اعلم عليها على الحاجات اللي انا عملتها صح. كنت عملت الغسيل بسرعه، وكنت روقت البيت اول حاجه. طلبات البيت دي نزلت جبتها قبل ما اصور. وعملنا الكيك. لسه السمك هسيبه بالليل، والبوتاجاز عشان بما اني هقلي السمك فممكن البوتاجاز يتبهدل تاني، فهستناه بالليل اعمله بعد الاكل. دلوقتي ده بقى كده احنا جينا بالليل. ده بالليل عملت ايه؟ ولعت على الرز تاني لحد ما ايه يفك كده، عشان هو اكيد اتجمد في بعضه. ولعت على ميه جنبه، قلبته كده لحد ايه ما يبقى اللي هو مفرول كده، اللي هو بيقولوا ايه، مفلفل. كل رزاية لوحدها يعني. اول لما الميه تغلي هنا بنبص على السمك عشان هو بيتحمر. الميه غليت، هنعمل ايه؟ هناخد الميه دي هنسقيه بيها الرز. نعمل حسابنا اللي هو يعني نمشي المعلقه كده، تحس ان الميه بتمشيكي كده بالطريقه دي. طبعا الرز بيختلف بقى، في رز بيشرب ميه كتير جدا، في رز بيبقى معقول، في رز مش بياخد ميه اكتر كده يعني. فانتي على حسب الرز انتي متعوده تعمليه. اول لما الوش يبتدي يتشرب كده يعني كده، هنهدي النار على الاخر خالص. بفضل ناحيه الطفي، ونسيبه بقى ايه شويه كده مع نفسه. هنبص على السمك عشان ما يتحرقش. بس السمكه بتبص لنا بتقول لكم باي باي او هاي بقى، اننا لسه قاعدين شويه. هنا السمك كان في زمان مثل بيقولك، او يعني مش مثل، كانوا زمان ناس بيقصوا الديل ويحطوا السمك في الطاسة. فجم في مرة واحدة يعني بتعمل كده زي مامتها، فبنتها قالت لها طب احنا ليه بنشيل الديل ده؟ قالت لها ما اعرفش، انا مامتي كانت بتعمل كده. هنا الرز ايه استوى اهو، طاب الحمد لله. هنا عملت سلطة. المهم نرجع لقصتنا. فقالت لها يعني جربت تحط تاني، بعد كده يعني تحطها يعني بالديل، فلقوا ان هو الديل عادي. بصوا السلطه مش حاطه فيها كل المكونات يعني نظرا لجلاء الاسعار. هو يعني خيار وقوطه وجزر او طماطم يعني. المهم بقى ايه، فحطوا البتاع، لقوا ان عادي السمكه بتبقى بالديل يعني مش حوار يعني. فراحوا سالوا جدتها، فقالت لهم لا انا الطاسه عندي كانت صغيره عشان كده كنت بقص الديل عشان